أسرتي دنيتي وبيتي، أسرتي أهلي وبلدي. أسرتي أسرتي بصحبة سامية البكتوشي. أعزائي كل أفراد الأسرة، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. ونستكمل اللقاء مع الأستاذة رؤية عامر، أخصائي صحة نفسية وتربية إيجابية، والتي تتحدث عن نوعية الأمهات وكيف تربي أولادها. يمكن النهاردة عايزين نتكلم عن الأمهات وأنواع الأمهات، بتفرق ما بين أم والتانية في درجة الوعي. طبعا قبل ما نتكلم على أنواع الأمهات أحب أقولك إن في دراسة عملية في جامعة كوب اليابانية اعتمدت على 5000 عينة من الرجال والنساء، كان بيسألوهم على علاقاتهم بأمهاتهم في الطفولة، لأن بتأثر جدا في حياتهم العاطفية والعملية في المستقبل. الدراسة دي قدرت إن هي تخرج لنا 10 أنواع من شخصيات الأمهات اللي بتشكل خطورة كبيرة على تكوين خريطة نفسية لأولادها، لأن هي بناء على تعامل الأم وعلى المعتقدات اللي بتزرعها في أولادها بتبتدي تكون عندهم معتقداتهم، ومعتقداتهم دي هي اللي بتأثر على سلوكياتهم وعلى الخطوات اللي بياخدوها في مستقبلهم بناء على التفكير اللي هم بيفكرون لنفسهم. خلينا نبدأ في أول أم، اللي هي الأم الضحية أو اللي بيسموها المعنفة. والأم دي بقى اللي هي الشخصية اللي بتتضرب وبتتهان، ورغم كل ده مستسلمة وعايشة وحزينة وكئيبة وبترثي حالها، بتفجر غضبها في الأقل منها والأضعف منها اللي هو أولادها. دي بقى بتطلع لنا إنسان أو بتربي إنسان ضعيف مغلوب على أمره مستسلم زيها، يا إما بتطلع شخص مستبد قوي بيستخدم فتوانته عشان يحمي نفسه أو خوفا من إن هو يكون زيها في يوم من الأيام. لما الطفل بيكبر يشوف أمه بتتضرب وتتهان ومستسلمة وعايشة حزينة، بتنمي جواه روح التمرد والاستخفاف بيها، يعني ممكن يوم من الأيام هو كمان يمد إيده عليها لأنه ما حسش إن أمه قوية في يوم من الأيام. كمان بيتحول بعد كده لمراهق معادي وخارج عن القانون، لان هي كانت بتمارس عليه الضرب والعنف هي كمان، لانها بتطلع مشاكلها وبتطلع كبتها ده فيه. تاني أم عندنا بقى هي اللي بنسميها الأم المهملة، وليها برضو مصطلح تاني بنقول عليها الأم الشبح. فدي شخص موجود ومش موجود مع ولادها في نفس الوقت، لأنها مشغولة، سواء بقى مشغولة بأولادها بشغلها، مشغولة بالسوشيال ميديا، مشغولة بالشوبينج، مشغولة بأي حاجة بأصدقائها، مشغولة دايما ما تعرفش حاجة عن ولادها، اللي هو راحوا فين، جم منين، مواعيد نومهم ايه، بيحبوا ايه، بيلعبوا ايه. ما عندهاش استعداد ان هي تتعرف على اي معلومات عن ولادها. الشخصية دي كمان مش بتعرف تكون انعكاس لمشاعر طفلها، يعني مش بتسمعه، مش بتحاول تفهم أحاسيسه، مش بتعرف تديله رد الفعل اللي هو محتاجه. طبعا كل السلوكيات دي بتفسر للطفل إن أمه بتكرهه وإن هو منبوذ عندها، وبالتالي لما بنربي الطفل ده بالشكل ده بيكون عنده احتياج ملح ومرعب إنه يتشاف ويتسمع، شخص جعان اهتمام عطشان حب. بيعيش حياة عاطفية لما بيكبر بيكون مضطربة جدا مع شريك حياته، بيحب العزلة والوحدة، ما بيقدرش يحترم والديه لأنه ما شافش احترام لوجوده في حياته. الشخصيات اللي زي دي بيتعرضوا لصدمات نفسية كتير، لأنه وعيهم منخفض، ما شافش أم تهتم بوعيهم، ما كانش مامته فاضية إن هي تقعد تحكي له وتعرفه إزاي تبقى قوي قدام صدمات الحياة. تالت نوع معانا هي الأم النرجسية، ودي بقى تصرفاتها بتكون حادة وعدوانية، عندها حاجة اسمها ابن ذهبي وابن فالصو، يعني تلاقيها مثلا بتدلع ابنها الكبير ومهتمة بيه، والتاني مهملاه جدا، بالتالي ان الابن الكبير ده بيشوفها هي رائعة جدا والتاني بيشوفها ان هي حد مش كويس وبيكرهها. الأم دي مش بتشوف في ابنها غير اللي هي عايزاه تشوفه بس، ابنها بالنسبة لها زي العربية اللي راكباها، الموبايل اللي شايلاه، أهم حاجة شكله، نظافته، درجاته، تسريحته، لكن مخاوفه ومشاعره قلقه واحتياجه ورغباته مفيش خالص، مفيش أي اهتمام. ودي بقى بتطلع لنا طفل كده كل دوره إنه يبقى حاجة اسمها people pleaser، اللي هو عايز يظهر وبس. يكبر ويبقى بني آدم كل دوره يبسط اللي حواليه
ويدوب في احتياجاتهم ورغباتهم وينسى هو مين وعايز ايه، لدرجة مش بيبقى عارف ايه اللي بيبسطه بجد وايه اللي اتعود انه يعمله عشان بس يبسط اللي حواليه. كل هدفه الناس اللي حواليه عشان هو بيستمد منه قيم داخلية عنده، لأنه هو بيكون عديم الثقة بنفسه، عنده تدني تقدير ذاتي، مش حاسس باستحقاق، دايما بيلوم نفسه وبيجلد ذاته على كل شيء لأن هي والدته ربته على كده. ودي من أكتر الشخصيات اللي بتطلع أطفال مرضى نفسيين يعني. رابع نوع معانا هي الأم المتسلطة، اللي هي المسيطرة، اللي يا تسمع كلامها وتمشي على مزاجها عشان هي أمرت بده، يا تطردك من جنتها، تخاصم وتاخد جنب وتعاقبك بالهجر وتحرمك من أمومتها المتمثلة في كل حاجة. الشخصية اللي زي دي بتحب المثالية جدا، تحب إن ابنها يكون كده كامل ما يغلطش، بتدقق في أدق التفاصيل، ما بتقبلش النقد أبدا، ما بتتقبلش أخطاء ولادها، بتحرمهم من فرصة التعثر والنهوض، إنه يقع ويقف تاني، إنه يفشل وينجح تاني، بتحرمهم من الفرصة دي. ودي طبعا أم بتطلع شخص أو بتربي شخص اتعود على العطاء الرهيب عشان يفضل محبوب، شخص يخاف يغلط فيتهجر، شخص مش عارف يحمي حدوده النفسية فدايما يقول حاضر على طول علشان لو قال لأ هيبطلوا يحبوه، عنده فوبيا من الفشل، وأي إخفاق في حياته بيعتبره نهاية الحياة. ولكن عايزين نقول برضو إن مش كل أم نرجسية هي أم متسلطة، لكن مش كل أم متسلطة هي أم نرجسية، ده مختلف عن ده. نيجي للخامس نوع عندنا، هي الأم المؤذية أو بنسميها العصبية. ودي برضو من الأمهات المؤذية جدا جدا اللي بتسبب مشاكل لأولادها كبيرة في حياتهم. الأم دي مندفعة بشدة، بتثور لأتفه الأسباب، دايما بتصرخ، عصبية. ودي الأم اللي بتنتقد وتسخر من ابنها برضو طول الوقت وقدام أي حد، بتقلل من شأنه، بتقارنه دايما باللي حواليه. وموضوع المقارنة ده يا جماعة صعب جدا جدا وبيطلع أولاد فاقدين الثقة بنفسهم. مش بتتحمل فرط حركة الطفل وتساؤلاته وأخطائه، بالتالي هي بتكبر طفل بيكون صعب التعامل معاه، لأنه طبعا هيستمد كل السلوك ده منها، بيكون عنيد جدا، وبتطلع بني آدم بقى حاسس نفسه دايما أقل من اللي حواليه، حاسس إن هو دايما في حاجة غلط، متخيل إن كل الناس شايفاه قليل وبتسخر منه وبتريق عليه، بالتالي هو مش راضي عن نفسه، صعب إقناعه بشيء، شايف نفسه هو الصح فقط، ورغم ذلك هو برضه مش شايف نفسه، بيعبر عن غضبه بالضرب وبالتكسير. وده طبعا رد فعل طبيعي لأم أم هي أصلا عصبية هتربي طفل، لازم هو كمان هيكون سلوكه بنفس الشكل. سادس نوع معانا بقى هي الأم اللي بنسميها المرعوبة أو القلوقة أو المزاجية. والنوع ده من الأمهات برضو يعني منتشر قوي قوي، وبيسيطر عليها القلق والغضب والعاطفة اللي هي المفرطة. تلاقيها دايما مثلا توطي تربط له شوز احسن يربطها ربطة عنيفة فتفك فيتكعبل فيقع يموت، ده تفكيرها مثلا. اللي هي بتخوف ابنها من صحابه وجيرانه وعينيهم اللي هتحسده، اللي بتعلمه ما يقولش درجاته لحد ويخبي سندوتشاته من زمايله مثلا. الام اللي هي المتوجسة دايما، المقتنعة بنظرية المؤامرة، اللي بتخاف مع اولادها خوف غير طبيعي، كل شوية تقوم من النوم تطمن عليهم، كل شوية تكلمهم في التليفون، يعني بدرجة مقلقة. طبعا لما الواحد بيتربى مع أم بالشكل ده بيطلع الطفل هش وضعيف ومرعوب وحاسس إن العالم ده كله مكان خطير غير آمن. طبعا بيفقد الثقة في كل اللي حواليه، متردد، ما يقدرش ياخد قرارات صائبة في حياته، ما يقدرش يسيطر على انفعالاته العصبية لأنه ما شافش أمه عندها صلابة نفسية. كنتم مع أسرتي وسامية البكتوشي.